أكبر كدبة اتقالت عن المخ إن إحنا بنستخدم 10% بس. تخيل معايا إن ربنا إدالك مخ وقال لك استخدم 10% بس منه والباقي خليه للزينة. والفكرة دي اتطرحت في فيلم لوسي، والفيلم هنا بيطرح فكرة إن أنت لو استخدمت 100% من مخك هتتحكم في كل شيء تقريبا حتى الوقت. هل بقى الكلام ده علمي ولا شغل أفلام؟ فيلم لوسي مش بطال كفيلم سينما ممتع جدا، بس عمل تراست كبير قوي على ان البني ادم او البشر بيستخدموا 10% بس من مخهم، وان اكتر كائن حي بيستخدم مخه هو الدولفين، بيستخدم 25% من مخه. عشان كده مثلا بيعرفوا بعض بالسونار وعنده سونار في مخه، شغل كائنات بحريه. بس هل البشر فعلا عندهم القدره ان هم يستخدموا 100% من مخهم؟ والجمله دي عامله زي ان السكر بيجيب سكر، واحد يقول لك اهو انا عارف ان انا عبقري بس مخي مقفول. لا، حتى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عمل تقرير ان افلام زي لوسي وليميتلس لعبت على ان الفكره بتاعه المخ بيستخدم 10% بس عشان هي بس مغريه، لكن علميا احنا اصلا بنستخدم 100% من مخنا يوميا. طيب الخرافه دي اتولدت ازاي؟ كتير ناس بتنسبها لويليام جيمس او اينشتاين، يعني عشان تتصدق. اي حد ممكن يقول اي حاجه ويقول لك هو قالها، اينشتاين قال كذا، ويليام جيمس قال كذا. طيب السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، يعني ايه احنا بنستخدم المخ اصلا؟ وازاي نعرف احنا بنستخدم مخنا كله ولا في مناطق عاوزه تحفيز؟ احنا لما بنقول اننا لما بنشغل مخنا كله مره واحده، ده معناه ان احنا بنشغل منطقه، مش كل المناطق بتشتغل مع بعض. وكل منطقه هنا بتبقى ليها وظيفه وبتدخل في الشغل على مدار اليوم بالتناوب. زي مدينه كده كلها شوارع، بس تخيل ان كلها مليانه عربيات، هتبقى زحمه، هتتعطل. بالظبط، هو شبكه عنكبوتيه لو اشتغلت كلها مره واحده صدقني. هقول لك دليل تاني، تخيل مثلا بعد الشر ان لو في اصابه بسيطه في المخ، لو احنا بنستخدم 10% بس هنقول مش مشكله، عادي لسه لنا 80%. لو في مثلا 30% باظت لسه لنا 70%، عادي والواحد يقدر يكمل. لكن بالعكس، لو اصابه 1% في المخ ممكن تعطل المخ كامل ويعمل مشاكل كبيره. تفاصيل حياتك ممكن تضيع في 1% بس اصابه من المخ. يعني مثلا لو الموبايل زرار الباور بتاعه باظ، مش هتقول عادي ده 10% من الموبايل، لا هتقول انا اتشليت، موبايل باظ عشان بس زرار الباور، بس زرار الباور. نيجي بقى للدليل اللي انا بحبه. علميا دماغك حوالي 2% بس من جسمك، لكن بيستهلك حوالي 20% من الطاقة حتى وانت بترتاح، وده موثق. وكمان ازيدك من الشعر بيت ان مخك مش بيقف حتى وانت نايم. ايوه، ايوه، انا بفكر طول الوقت، ايوه انا مش عارف انام، انا نومي فيه مشكلة، انا عندي ارق. مخك شغال يا محترم. طب انا نمت، مخك شغال، ملوش علاقة. طب ازاي المخ شغال واحنا مش بنعمل حاجة؟ اشرحها لك باختصار. شبكة من مناطق المخ بتبقى شغال حتى وانت مش بتفكر، هي بتساعدك ان انت مش بتفكر فمخك بيفضل شغال. بس الموضوع ده باختصار يعني بسيط جدا. انت دلوقتي مش عاوز تفكر في حاجة، عاوز مخك يقف من التفكير، فمخك هيساعدك وهيفكر ان انت ما تفكرش، فبالتالي هو شغال. بس بمنتهى البساطة والله. جرب دلوقتي كده، اقعد 10 ثواني، غمض عينيك، ريلاكس، موسيقى هادية وما تفكرش في أي حاجة، هتلاقي مخك بيقول لك هفكر غصب عنك. مش ده مش عيب، ده جزء من تصميمنا. فسبحان الله، تخطيط ومراجعة ومحاكاة، شغل انسايد. ساينتفك امريكان عندها إجابة بسيطة جدا، هي بتقول إننا مش بنستخدم 10% بس من المخ، ده احنا لسه حتى مش فاهمين كل تفاصيل إن المخ بيشتغل كله إزاي أصلا. وده فرق كبير جدا. واحد يقول المخ مقفول، التاني يقول المخ شغال بس معقد شويه. واحد يقول الموبايل مطفي، والتاني يقول الموبايل شغال بس انا مش فاهم كل السيتنجز بتاعته. فيلم لوسي بقى بيعمل ايه؟ بيحول الشغل العصبي لعدد ثابت، 10%، 20%، 40%، 60%، 80%، و100%. وبعدين يربط زياده الاستخدام بقدرات خارقه: واحد، ذاكره لا نهائيه، اتنين، تحكم في الماده، تلاتة، تحكم في الوقت، أربعة، تحكم في البشر، إلى آخره. أنت بتتحكم في كل حاجة، تحكم في الزمن. تخيل كده، يعني في مشهد في الفيلم سكارلت جوهانسون قاعده في تايم سكوير على ما اعتقد في نيويورك، وبس بترجع لحتى الانسان البدائي، تقعد ترجع في الزمن لحد الانسان البدائي وبتقابله. طيب هل نقدر نحسن مخنا؟ السؤال ده مهم جدا عشان ما حدش يقع في اليأس. الحقيقه انك ايوه، انت تقدر تطور من مخك، بس مش بنسب،
مش ب10 أو 20 أو 30 أو 90%. التطوير الحقيقي، وده مش شغل تنمية بشرية، ده شغل علمي، النوم الكفاية، وده مش رفاهية، دي صيانة حقيقي، دي صيانة. 2، تعلم مهارة جديدة باستمرار، خليك دايما بتطور من نفسك. 3، الحركة والنشاط البدني، أيوة الجيم مهم، الرياضة مهمة أوي. 4، تقليل التشتت والتدريب على الانتباه. 5، علاقات اجتماعية كويسة. ليه؟ المخ اجتماعي جدا. 6، والأهم من كل اللي فاتوا، إنك تستمر على ال5 حاجات اللي فاتوا، تستمر على 1 و2 و3 و4 و5. آخر حاجة، أنا ليه دايما بحس إن أنا مش عارف أفكر؟ ده بيجي من الإرهاق، التفكير زيادة عن اللزوم، إنك دايما ضاغط نفسك وحاطط نفسك تحت ضغط عصبي. الفيلم ممتع كسينما، ممتع في التمثيل، ممتع في الحوار، لكن الفكرة الأساسية مش موجودة. احنا دايما بنستخدم 100% من المخ. واخيرا وليس اخرا، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس واكتب في التعليقات ايه الافلام اللي انت عاوزني اشرحها لك، ونفككها مع بعض علميا، وهل فعلا حقيقتها صح او دراميا غلط. السلام عليكم.